الرز طويل الحبة او الرز البسمتي من الحاجات اللي طالعه موضه جدا وشكله جميل جدا ومريح في الطبخ قوي. طيب نعمل بيه ايه؟ احنا قلنا الرز البسمتي الابيض او الرز الجاسمين رايس، كل اللي لونه ابيض شاهق لازم نعامله نفس معامله الرز البلدي الابيض. هنغسله كويس، نتاكد ان مفيش العقاره اللي هي النشا اللي موجود فيه ونصفيه. الابيض لازم يتصفى، ما ينفعش ان هو ضعيف جدا، اقل ميه زياده فيه هتخليه يعجن. طيب الرز اللي لونه بيج ده حلو جدا، ممكن بالكتير ننقعه نص ساعه، ما تطولوش. خلوا بالكم دايما ان احنا تسويه الرز سهل ان احنا نزود له ميه تعوضوا على اي سوائل ناقصه. فالرز الابيض ما بننقعوش، بنصفيه تماما. الرز الذهبي ننقعه نص ساعه كفايه جدا، تحطي له كل البهارات اللي انت عايزاها. الرز الخلطه ممكن تعمليه بالبسمتي، مش لازم بس الرز بلدي. الرز اللي بالخضار ممكن تعمليه بالبسمتي، مش بس الرز البلدي. كل حاجه ممكن تنفع بده وتنفع بده. الرز البسمتي الذهبي ده بقى اكتر رزايه مريحه في طبخها، لان عليها طبقه بتحميها وسهل جدا بيشرب ميه، وعلشان يعجن محتاجه ان الواحد يعمل مجهود كبير عشان يوصله لمرحله انه يعجن. فاللي عايز يبتدي بصنف رز يبتدي بالرز البسمتي الذهبي او اللي هو لونه بيج ده، هتلاقيه مريح، ايدك تمشي فيه واحده واحده كده، هتتعودوا عليه.